شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول لمعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. تقدمنا بسؤال ينقسم إلى شقين. الشق الأول برنامج تنويع مصادر الدخل، وهل توجد خطة بديلة في حال وصول سعر النفط إلى النص؟ البرزنتيشن لو سمحت. طبعا احنا نتكلم عن إهدار المال العام وارتفاع مستوى الدين العام اللي بعد السلايد، وعدم تحصيل الإيرادات يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة للدولة. طبعا الإيرادات النفطية تشكل 90% من إيرادات الدولة، وتنويع مصادر الدخل لا يوجد شيء، ومصادر أخرى 10%. وسعر النفط يسعر في الميزانية العامة للدولة $90، بينما سعره في السوق $110 تقريبا. إذا كان سعر التعادل 120 أو $130، يعني هناك الإيرادات والمصروفات تكون متساوية، لا يكون هناك لا في عجز ولا فائض. ماذا لو نزل سعر النفط إلى $55، من 110 إلى $55؟ يعني ما هي السياسات والإجراءات التي سوف تتخذ من أجل الحفاظ على الاقتصاد وسعر الصرف للدينار البحريني؟ هل ستصل الدولة إلى مرحلة الإفلاس وإلا شنو؟ نقول ما هي برامج تنويع مصادر الدخل والتقليل الاعتماد على مورد واحد، النفط والغاز؟ تنويع مصادر الدخل أي إيجاد مصادر بديلة. رد معالي وزير المالية كلام عام وغير دقيق وغير واضح المعالم ومبهم. الرسوم، إعادة توجيه الدعم، مصادر أخرى لتنويع الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، كله كلام مبهم ما في. الرسوم لما يتكلم عن الرسوم، أي نوع من الرسوم؟ لا ذكر نوع الرسوم ولا المراد إدخالها أو زيادتها. احنا لما نقول عن الرسوم خلي يفرضون رسوم وضرائب على الخدمات اللي تقدمها الحكومة، لا سيما بالنسبة للأجانب. الضرائب على الأرباح الشركات الأجنبية، في شركة محاماة في البحرين هني، شركة بريطانية، يأخذون عليه في البلد الأم 45% ضرائب، في البحرين ما يأخذون ولا شيء يذكر. إعادة توجيه الدعم معالي الرئيس، أنا بسألك سؤال، إعادة توجيه الدعم هل يعتبر من المفهوم العلمي أن هذه من برامج تنويع مصادر الدخل؟ أنا ما أدري. يعني تنويع إعادة توجيه الدعم للمستحقين يعتبر من تنويع مصادر الدخل؟ إذا ينا حق الرد الثالث يقول لك فإن للسلطة التشريعية الحق بتحديد الآلية المناسبة ووضع التشريعات اللازمة لتفعيلها. أنا ما أدري هل خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن وضع السياسات المالية والنقدية للدولة ورسم الخطط والبرامج؟ هل أنت مسؤول عن وضع السياسة النقدية والمالية لمملكة البحرين؟ يانا وزير المواصلات، وطلب في قانون الطيران المدني وغيرنا له ومشى بسرعة، وبقانون البريد وغير 235 رسم بما ما يعود النفع لخزينة الدولة. وزير الإسكان كذلك بالنسبة حق بنك الإسكان. هل احنا نشتغل بالنيابة عن وزارة المالية؟ هل انت مسؤول عن وضع الخطط والنقدية والمالية لمملكة البحرين؟ معالي الرئيس، الشق الثاني من السؤال، وهذه يشكل هاجس حق كل البحرينيين، هل توجد يعني خطط بديلة في حالة وصول سعر النفط إلى النص؟ رد وزير معالي الوزير يعني
أهم رد علينا على 3 محاور. المحور الأول الله يسلمك معالي الرئيس بتشكيل لجنة وزارية تحت مسمى ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية وزيادة الفعالية لدى الوزارة والجهات الحكومية. هاي واحد. أنت خلك وياي معالي الرئيس، وإذا تقول لي هذه خطط بديلة، إذا إحنا نقدر عقب ما يوصل سعر النفط إلى النص نقدر نطبق هذا على أرض الواقع. إحنا ما نفهم يا معالي الرئيس، فهمنا يعني. شركة ممتلكات تم تأسيسها في 2006. هذه الشركات 38 شركة، منها 16 شركة يطوف الشير مال الحكومة فيها 50%. طبعا هذا المفروض الدش تنعكس في إيرادات الدولة وتنعكس من ضمن على الميزانية العامة للدولة. تصور معالي الرئيس هذه الشركات منذ انشأت في 2006 ما دخلت ولا فلس واحد على ميزانية الدولة. 16 شركة بما يفوق نسبة الحكومة فيها 50%. من ال 16 شركة 11 شركة عاملة و5 غير عاملة. يعني ولا شيء، ولا فلس دخلت من 2006 إلى اليوم فلس واحد لإرادة الدولة. وتعتبر الجناح العسكري، تعتبر اللي هي الشركة ممتلكات هي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين. ولا فلس دخلت في إيرادات الدولة. طبعا الوزير كان في فترة من الفترات مسؤول عنها. طبعا هاي الشركات تستنزف من الدولة أموال. طيران الخليج استنزفت 1.5 مليار من 2006 من 2007 ل 2011. هاي الإحصائيات اللي أعطيك إياها. ودامة كذلك استنزفت من ميزانية الدولة 250 مليون. وكذلك حلبة البحرين اللي هي 109 مليون. هاي كلها من 2006 2007 ل 2011 الميزانيات. طبعا هذا اللي تستنزفه معالي الرئيس كله من فلوس الدولة. هذه الشركات ما تضخ ولا فلس واحد لميزانية الدولة، ولا تنعكس في الميزانية العامة للدولة، ولا في الحساب الختامي للدولة، سواء كان خسائرها وأرباحها. أنا مو عارف المرشال الخليجي هل هذا نعتبره إحنا الدعم الخليجي، هل نعتبره إحنا من مصادر تنويع الدخل؟ هل هذا بيستمر؟ هذا رد الوزير يقول لك الدعم الخليجي يعتبر من الخطط اللي تعتمد عليه. لو افترضنا جدلا أن الدعم الخليجي هو من مصادر تنويع الدخل، انزين شنو الاشياء اللي بيساهم فيها؟ شنو الخطط اللي بيساهم فيها؟ في هناك مشاريع تطويريه ستنفذ في ميزانيه الدعم الخليجي لتنويع مصادر الدخل؟ يعني احنا الخلاصه اللي نقول معالي الرئيس مما يدل على سعي الحكومه وتركيزها وتوجيهاتها على تنويع مصادر الدخل وزياده نسبه الايرادات غير النفطيه. ومع ذلك نرى بأن رد معالي الوزير كلام عام وغير دقيق وغير واضح المعالم ومبهم. وواضح أن هناك ليست خطة متخذة ولا سياسة ولا استراتيجية ولا رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل وتطبيق سيادة التقشف أو الأزمات في حالة وصول سعر النفط إلى النص. وليس هناك بعد خطة بديلة في حال وصول سعر النفط إلى النصف. معالي الرئيس سوف يعرض الدولة إلى أمور لا يحمد عقباها. أولا تخفيض التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وإحنا مقدمين على اتحاد
العملة الخليجية. احنا ويا نهاية 2014 بنوصل 6 مليار عجز، والدين العام يوصل 6 مليار، وفي 2018 يمكن يوصل ل 7 مليار. هاي الخط الأحمر اللي ما يخلينا ندش في العملة الخليجية، وعدم قدرة الدولة قدرة الدولة على الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلا. شكرا. وتحمل أعباء الفوائد المترتبة على القروض. كل هذه يا معالي الرئيس أمور قاعدة تزيد علينا. احنا نبي خطة واضحة بالنسبة حق لو وصل سعر النفط إلى النص، ما هي السياسات والاستراتيجيات اللي راح تتخذ؟ ما توجد أي رؤية لدى الحكومة بهذا الشأن معالي الرئيس، وراح يوصل الدولة إلى أمور لا يحمد عقباها. شكرا معالي الرئيس. شكرا.